حيكون معنا بعد شوي الأستاذ سلمان القريني. بالمناسبة أحد الاتحاديين يقول إيش ذنب الاتحاد أنه يعرف كيف يحلل اللوائح ويستفيد منها. بالتأكيد ما له ذنب الاتحاد أبدا فيما حدث، ولا نتكلم عن الاتحاد، حنا نتكلم عن نظام الاتحاد الآسيوي وعن الفوضى اللي يخلقها. وارجع أقول مرة ثانية، أرجو يعني في الموسم الماضي دخلونا بعض الناس في متاهات بحجة أنه يعني يتكلمون عن الأطراف. الآن الطرف المستفيد تغير وموقفنا مثل ما هو. خلينا نشوف الأستاذ سلمان القريني، وهو أحد أيضا من كان الأشخاص اللي مروا بهذه التجربة، ليعطينا أيضا وش موقفه، ويبدو أيضا أنه يؤيد موقف الاتحاديين. جاهز معنا؟ مساء الخير. مساء الخير أبو حمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله بالخير. كان الزمن يرجع بنا أبو حمد قبل سنة تقريبا أنا وياك نتصل في نفس الموضوع. صحيح. أبغاك تعطينا موقف الاتحادين. موقف الاتحادين بالتأكيد لا غبار عليه، هم يعني يستندون على نص، لكن موقف الاتحاد الآسيوي هل تجد فيه تناقض ولا تجد له مبرر؟ لا طبعا يبدو لي أن الموضوع يعني تعودنا على زي مثل ما أول شيء أمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين. نعم. المشكلة يعني أن صارت تتكرر الأمور هذه، يفترض يعني خاصة، أنا هذه وجهة نظري الشخصية، وإن شاء الله أنها تكون في المستقبل بعد وجود الآن النظام الأساسي تكون لوائحنا واضحة، يكون الاتحاد السعودي نفسه ياخذ موقف، تكون أموره واضحة زي الأمور هذه، ما يكون فيه لبس. طيب. بالنسبة أنا أشوف الجدل اللي حاصل الآن، طبعا الموقف أنا يبدو لي الموقف سليم حسب لوائح، طبعا مو منطقي لكنه سليم. من سليم؟ مثلا الاتحاد سليم لكنه مو منطقي. لو جينا للمنطق يعني لأنه هو مستند على لائحة أو على نظام. موقف الاتحاد موقف الاتحاد خاصي، لكنه غير منطقي. أبو حمد معليش، للمنطق نتكلم. لا خلي المنطق الآن، خلي الاتحاد موقف الآن سليم، خالصين منه احنا. الاتحاد موقف سليم قانوني شغله ولا عنده مشكلة. أنا أتكلم عن الاتحاد الآسيوي، وش اللي اختلف السنة هذه عن يعني هل قرارهم صحيح؟ ما في مقارنة بين السنة هذه والعام الماضي. وشلون؟ انت يعني وش الحالة اللي يعني انت قل لي الحالة وانا مثلا حالة سعران عقوبة انضباطية طبقت محليا. اي عقوبة انضباطية لكن كان بها كرت احمر يا ابو تركي. طيب. اي الكرت الاحمر اتخذ القرار عقوبة في المباراة. طيب حلو. لذلك لازم تنفذ العقوبة هذه، لازم يتبعها عقوبة، لازم تنفذ العقوبة. يعني لو نجي مثلا زي السعران، هذا جزء منها في البطولة الآسيوية، وطلع الشباب من البطولة قبل ما يكمل العقوبة. طيب حلو. أكملها من المسابقة المحلية، تنفذت العقوبة. هذا بالنسبة للسعران أخذ كرت أحمر. وهذا يتفق مع منصور الحربي؟ ويتفق مع منصور الحربي وحسين عبد الغني. طيب أنت تتكلم على لوائح أبو حمد. لا حسين عبد الغني لو تتذكر كان الكابتن حسين يوم بعد ما جاء الكرت الأحمر ترى جانا مباشرة يوقف حتى إشعار آخر، لأنها لم تجتمع لجنة الانضباط، أو يعني على أساس عندنا مباريات محلية على أساس ما يلعب، لأن طلعنا من البطولة، لذلك جانا على طول مباشرة إشعار، يعني حتى إشعار آخر يوقف حتى إشعار آخر. طيب حلو. الحين تجتمع لجنة الانضباط. يعني احنا ماخذ كرت أحمر. بس هذا موجود في اللائحة أبو حمد؟ أي موجود. طيب لأنه احنا قلنا قبل شوي أنا وأبو سلطان كتفسير من عندنا، قلنا يمكن الفرق بأنه هنا حصل على البطاقة وهنا ما حصل. فإذا كان موجود في اللائحة فهذا طبعا حسب قراءتك أنت، أنا والله ما يعني ما وجدته. هذه أنا بقول يعني بالنسبة للموقف الآن عشان تكون الصورة واضحة، أنت لو تجيب كل الحالات اللي أوقفوا في المسابقات المحلية أو في اللي أخذوا كروت حمر. طيب. اللي أخذوا كروت، أنت لو تجيب أي حالة، جيب لي أي حالة، نايف هزازي، حسين عبد الغني، منصور الحربي، كل هذول أخذوا كروت حمر، لذلك يستوجب العقوبة تنفيذها مباشرة. لكن هذول اللي ما أخذوا لعيبة الاتحاد في المباراة ما أخذوا كروت حمر، وهذا موجود في اللائحة. عقوبة انضباطية، لكنها من ناحية المنطق ممكن ما يتنفذ عليهم العقوبة، يعني ممكن ما يشاركون، يعني تروح المدة المحددة. ما في مشكلة، خلنا من المنطق خالصين منه، احنا نتكلم عن القانون. أنت تقول إذا بالنسبة للنظام الأمور نظامية للأمانة. يعني القرار لكنها غير منطقية. طيب قرار إذا قرار لجنة الانضباط أنت تشوف إنه ما في تناقض، هذه حالة وذي حالة، وموجود والتفريق، بس إنه غير منطقي. والتفريق هذا طيب والتفريق هذا موجود في اللائحة.
اي موجود. طيب. لان الماده هم الى استندوا في العقوبه اللي على لعيبه الاتحاد على الماده 39. طيب شكرا لك، وحقيقة توضيح جيد. وبالنسبه للنقطه الان يعني اللي اقول لك حتى هذه حتى عندنا زي مثلا عقوبه ثياب مجرش. ايه المفروض ان لائحتنا توضح زي الامور هذه. اذا صار فيه استئناف لانهم يعطونا مثلا زي الاستئناف يقول لك 24 ساعه، يحددونها لك 24 ساعه و3 ايام. طيب بلغنا ان كانك بتستانس. اذا صار عنده ممكن تطلع ادله جديده، المفروض انها ما تنفذ العقوبه لين تنتهي فتره الاستئناف. لين يبت في الاستئناف. صار حرج على لجنه الانضباط عندنا في نفذ اللاعب 4 مباراه طيب. ونصف العقوبه وتضرر النادي واللاعب. طيب وضحت الصورة، شكرا لك أبو حمد، يعطيك العافية على توضيحك. ومرة ثانية أقول ما أشبه اليوم بالبارحة، نفس الأسئلة وربما تختلف الإجابات على حسب الأطراف. بروح الفاصل وبرجع لك أبو سلطان، فاصل ثم نعود لمتابعة الجزء الثاني وفيه